ايه ده؟ هو الاهلي هيلاعب بيراميدز يوم الجمعه؟ ايه ده؟ ده يوم الجمعه ده بكره. ما هي دي اول مباراه لمارتن لازارتي. مارتن لاسارتي بالراحه كده على الالفاظ عشان بتطلع مش مظبوطه والناس بتفهمها غلط. ثم انت مين اصلا؟ انا ضميرك. يعني يا اخي الاهلي ما كانش عارف يجيب مدرب عليه القيمه بدل الاسامي الغلط ديت، يعني اسم كده كبير كده ليه شأن كده وشنه ورنه ومعروف في كل حته. هو الاهلي عايز كده، الاهلي بيدور على مدرب ومواصفات معينه من الاخر يعني. هيقعد يقول لي مواصفات ويتفلسف ويعمل نفسه فاهم يعني ماشي. انت بتتريق؟ طب لمعلوماتك بقى الراجل ده مرن قبل كده سواريز ويعتبر مكتشفه يعني عشان تبقى فاهم بس كده. ايه ده؟ والنعمه لويس سواريز، الحاج لويس سواريز بتاعنا بتاع برشلونه. ايوه لويس سواريز اللي بيعض ده. ايوه هو اللي بيعض. ايوه. ايه ده بجد؟ طب وايه كمان؟ مش كنت بتتريق او بتقول بيتفلسف؟ طب مش قايل. لا 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 لا, لا والنبي قول. عالم ما تجيش غير بالمعلومات. اتفضل يا اخويا خلينا نبدا الحلقه. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج جول مشترك. يوم الجمعه الاهلي هيلاعب بيراميدز في الدوري، وده هيبقى اول ماتش للمدرب الجديد مارتن لاسارتي. وتشاء الاقدار ان ماتش ما بين الاهلي وما بين الاسيوطي سابقا بيراميدز حاليا يبقى من اهم دربيات الدوري المصري. مش بس كده كمان، لا ده سيد عبد الحفيظ ومحمد يوسف قال لك على الماتش ده من كتر اهميته يعتبر ب6 نقط عشان منافسه على الدوري والكلام ده. يعني انت متخيل الاهلي والاسيوطي بقى ديربي مهم جدا وهيعلق عليه مدحت شلبي؟ حاجه عجيبه جدا يعني. بس مش دي المعضله ان ده اول ماتش للمدرب الجديد مارتن لاسارتي اللي هو بيمرن الفريق الاهلي بقاله اسبوع بس. تخيل كده ان في خطوره كبيره جدا على النادي الاهلي بسبب الماتش دوت. بس ليه؟ خساره الماتش ده او تعادله ممكن تخلي الفرق ما بين الاهلي وما بين الزمالك 9 ل7 نقط. ده غير ده طبعا، ده لو انت حسبت ان الاهلي كمان كسب المؤجلات. بس يا ترى الراجل ده يقدر يعدي من الماتش ده بسلام؟ عشان نقدر نجاوب على سؤال زي ده لازم نسال نفسنا سؤال واضح جدا. هو الراجل ده مين؟ بيعمل ايه؟ ايه حكايته؟ ايه سيرته الذاتيه؟ مين يعني انت سيادتك يعني عشان الاهلي يتعاقد معاك؟ والاهلي يتعاقد معاك ليه اصلا؟ مارتن لاسارتي اتولد في اوروجواي من اب اسباني وام اوروجوانيه، ولعب في مركز الدفاع في فرق كتيره جدا من ضمنهم ناسيونال الاوروجواني. وفي سنه 96 اعتزل ومرن اول فريق في الدوري الاوروجواني اسمه رامبالا. بعد كده مرن فرق تانية كتير زي مثلا ريفر بليت الاوروجواني مش الارجنتيني، ومرن بعد كده كمان الوصل الاماراتي، فاكره اللي خرجنا من البطوله العربيه. الوصل الاماراتي ده مرنه سنه 2002 وكان الفريق ساعتها متزايل الدوري وقدر يوصله للمركز الخامس. وبعد كده رجع يمرن فريقه اللي هو ناسيونال الاوروجواني، وناسيونال هنا معناها الاهلي برضه. ومن هنا اول حدث تاريخي حصل في حياه مارتن لاسارتي. مارتن لاسارتي شاف لعيب كده مهاجم صغير كده في السن عنده 18 سنه، صعده من فريق الشباب خلاه يلعب مع ناسيونال الفريق الاول، وقدر في موسم 2005 2006 اللعيب ده في 27 مباراه يجيب 10 تجوان وناسيونال يحقق الدوري السنه دي. عارف مين اللعيب ده؟ لويس سواريز. طبعا بعد الموسم ده وبعد تألق لويس سواريز الكشافين الهولنديين ما سابوش في حاله وخدوه ودوه الدوري الهولندي. بس لما اتسأل من قريب مين افضل مدرب يا سواريز مرنك في حياتك، قال 2 مدربين، واحد منهم مارتن لاسارتي والتاني اوسكار تاباريز. وده من وجهة نظري حاجة جيدة جدا طبعا. وتيجي تسألني يعني ليه دي حاجة حلوة؟ يعني اقول لك علشان كلام سواريز ده بيثبت حاجة مهمة جدا، ان مارتن لاسارتي عنده القدرة ان هو يتعامل مع لعيبة الشباب الصغيرين وفي نفس الوقت يقدر يطور من ادائهم. بس خلي بالك بقى من حاجة تانية، مش لويس سواريز بس اللي قال كده، في حد تاني قال كلام مهم واكبر من الكلام ده. بعد ما مارتن لاسارتي خد الدوري مرتين مع ناسيونال الاوروجواني ومرن له بعد كده كام فرقتين كده في الدوري الاوروجواني برضه، في موسم 2009 و2010 راح يمرن ريال سوسيداد، وهنا كانت تاني اهم محطه في حياه مارتن لاسارتي. في الموسم ده مارتن لاسارتي راح مصعد انتوني جريزمان لاعب منتخب فرنسا المشهور ولاعب اتلتيكو مدريد، صعده من فريق ناشئين للفريق الاول. وفي نفس الوقت في نفس الموسم ده قدر ريال سوسيداد يطلع من دوري الدرجه الاولى للدوري الممتاز الاسباني. الموسم اللي بعديه مارتن لاسارتي ما عملش اي حاجه مع ريال سوسيداد، ومن الاخر كده كانت النتائج زي الزفت ومشي من الفرقه. بس كان اكتر شيء ملاحظ في الفريق هو انتوني جريزمان اللي بعد كده كان قايل ان مستواه اللي تالق بيه في السنين اللي فاتت كان سبب كبير قوي فيه هو مارتن لاسارتي. جريزمان بيحب مارتن لاسارتي بشكل غريب، بشكل مريب يعني، بشكل مخيف، لدرجه ان في كاس العالم 2018 لما فرنسا كانت بتلعب اوروجواي وجريزمان جاب جون، جريزمان ما رضيش يحتفل. ولما سالوه بعد الماتش انت ما احتفلتش ليه بالجون اللي انت جبته في اوروجواي؟ قال لهم انا بعتبر نفسي نصي اوروجواني ونصي فرنساوي، وكل ده برضه بسبب مارتن لاسارتي. يا سلام على الحلاوه. يوم بقى يسكت بقى لويس سواريز؟ لا ما يسكتش، يرد عليه ويقول له ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ انت لا تعرف حاجه عن اوروجواي ولا عمرك عشت فيها، فمن الاخر كده خليك في فرنسا بتاعتك دي وامشي
يمشي من هنا يمشي. الملاحظ من القصه دي ان احنا عندنا اتنين من اهم مهاجمي العالم طبعا باستثناء يعني محمد صلاح فخر العرب بيحبوا الراجل ده واتطوروا على ايده بشكل كبير جدا. ربنا ينفخ في صورتك يا مروان يا محسن. بس السؤال هو الراجل ده طريقه لعبه بقى ازاي؟ بعد محاولات ومداولات ومباحثات قدرنا نوصل للطريقه اللي بيلعب بيها مارتن لاسارتي، رغم ان هو راجل اللي يعني الكلام عنه في الاعلام قليل جدا، بس الطريقه دي من وجهه نظرنا هي كانت سبب في تعاقد الاهلي معاه. مارتن لاسارتي على حسب موقع ماركا اللي هو نشر قبل كده طريقه لعب الراجل ده مع ريال سوسيداد بيقول ان الراجل ده بيلعب يا اما 4-2-3-1 يا اما 4-3-3، وده برده اللي اكده موقع ترانسفير ماركت، وده برده اللي اكده مارتن لاسارتي ذات نفسه في المؤتمر بتاعه لتقديمه للاهلي، وقال انا لسه بتفرج على اللعيبه وبشوف طريقتهم ازاي، ولسه برضو بعد ما اشوف اللعيبه واشوف كل حاجه قصادي في النادي هقدر احدد الطريقه اللي هلعب منهم اذا كانت 4-2-3-1 ولا 4-3-3. طبعا انت بقى متوقع مني حاجه مختلفه، وعشان كده انا برضو شايل لك الورقه بتاعتي على جنب. لما مارتن لاسارتي بيلعب 4-2-3-1 اول حاجه بيقدر يعملها ان الاربعه اللي قدام اللي هم الثلاثه اللي تحت المهاجم والمهاجم لازم يضغطوا بشكل كبير جدا على المدافعين، ضغط عالي طول الماتش، طول الوقت الاربعه دولت بيضغطوا على المدافعين عشان ما يسلموش الكره صح ويقطعوها منهم بسرعه. ومش بس كده، لازم كمان الاجناب تتقدم وتساعد في الضغط ده. لا ومش بس كده، الاثنين اللي في نص الملعب اللي هم زي مثلا عاشور والسوليه ليهم ادوار مختلفه خالص، واحد منهم لازم يكون سريع وبلاي ميكر وفي نفس الوقت بيضغط مع الهجوم، وواحد تاني بيقطع الكوره ويسلمها له. غير كده كمان لما اللي في الوسط دوت بيتقدم لقدام، واحد من المدافعين بيطلع جنب عاشور علشان يقدروا يضغطوا على المنافس طول الوقت ويخلوه في نص ملعبه طول الماتش. من كل اللي فات ده نقدر كده نستوعب ان الراجل ده بيلعب بطريقه هجوميه وبيحاول ان هو يستحوذ على الكوره طول الماتش ويضغط على المنافس طول الماتش. جريده الماركا كمان كان ليها ملاحظه مهمه جدا ان ريال سوسيداد لما كان الراجل ده بيمرنها في اول تمرين ليه قسم الفريق مجموعتين 8 لعيبه و8 لعيبه، وال8 لعيبه دولت يلعبوا قصاد ال8 لعيبه تقسيمه وركز مع الهجوم على الضغط وان هم يستخلصوا الكوره بسهوله. واحب اقول لك ان هو ده بالظبط اللي حصل في اول تمرين للاهلي مع مارتن لاسارتي. زياده على كده كمان قسمهم 3 مجموعات، ال3 مجموعات دولت اتمرنوا على البساط في مساحات ضيقه علشان يقدروا يحافظوا على الكوره بشكل اكتر. زياده على كده كمان اجتمع برمضان صبحي ووليد سليمان عشان يتكلم معاهم شويه على طريقه الضغط اللي هيضغطوا بيها على المدافعين بتاعه الفرق الثانيه، واجتمع كمان مع حسام عاشور عشان يقول له يا حسام يا عاشور انت هترجع لدورك القديم بتاع جوزيه، هتقطع الكوره زي ما كنت بتقطعها قبل كده وتسلمها للي جنبك بس، دورك مش اكتر من كده. واجتمع كمان بمحمد هاني وقال له يا محمد يا هاني كل اللي بتعمله اللي فات ده كان بلح، والجديد ده شكلك هيختلف تماما فيه وهتلعب بطريقه هجوميه اكتر من طريقه الدفاع اللي كنت بتلعب بيها قبل كده. ملخص الحكايه الاهلي تعاقد مع الراجل ده علشان الطريقه اللي بيلعب بيها. الاهلي ما تعاقدش مع اسم كبير ولا دور على اسم كبير، الاهلي كان بيدور على هويه الفرقه بتاعته انها ما تروحش ويفضل يلعب الفريق ب4-2-3-1 بس في نفس الوقت متطوره شويه، فيها ضغط اكتر، فيها استحواذ على الكوره بشكل اكبر، فيها كوره جميله وفيها جوان كتير. طريقه المدرب واختيار الاهلي ليه ومحافظه الاهلي على الهويه دي بتفسر حاجات كتيره جدا. احنا ما كناش عارفين الاهلي بيعمل تعاقدات ليه، بس تعالى كده نتكلم عليهم واحد واحد. يعني لو انت اتكلمت على محمد محمود هتلاقيه ان هو يقدر يلعب دور البلاي ميكر اللي يقدر يلعبه جنب عاشور، وعاشور هيرجع لدور القديم فبرضه محتاجين له بديل عشان بيتعور كتير جدا، فالاهلي بيحاول مع حمدي فتحي خط نص نادي انبي. زياده على كده كمان انت ممكن تشوف احمد فتحي بيلعب في المركز ده، وعلى ما اعتقد ان ده برضه هيبقى مكسب تاني لاحمد فتحي. مش بس كده كمان بقى يا سيدي، ده بيفسر تعاقد الاهلي مع رمضان صبحي وجيلاردو، الاثنين بيضغطوا من على الاجناب بشكل كويس جدا. زياده على كده هم مهارين بشكل كبير قوي قوي قوي. بس هيبقى السؤال اللي موجود ومطروح دائما وابدا في ظل اصابه حسام عاشور وعدم وجود احمد فتحي برضه للاصابه، مين اللي هيلعب في المركز ده ومين اللي هيمسك كينو؟ واللي هيمسك كينو ده هيعرف يوقفه ولا لا؟ وهل المدرب في ظل الخطه الهجوميه دي هيقدر يوقف كينو ولا لا؟ طبعا لو انت عندك وجهه نظر او فكره يعني عن لاسارتي ممكن يعمل ايه الماتش الجاي او هيقدر يوقف كينو ازاي، طبعا يا ريت تكتب لنا تحت في الكومنتات. وايدك معانا بقى كده والنبي شويه بقى، ها بقى فاهم، لايك شير سبسكرايب، اشترك على القناه 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 كتير كتير كتير. قول لاصحابك كتير، قول للناس في الشارع كتير، قول لهم اشتركوا على القناه، وانت كمان اشترك على القناه.